السلام عليكم. معكم ميس منى المحمود، ومكملين مع بعض سلسلة التأسيس اللي كنا بدأناها وسلسلة الحروف. والنهاردة هناخد حرف الآر. الحرف ده اسمه آر. آر آر ده اسم الحرف. صوته في الكلمة ره ره ره، شبيه قوي في حرف الراء في اللغة العربية. ده حرف جميل ومش بيلخبط وملهوش اكتر من نطق. هو صوته في الكلمة ره ره، ده الساوند بتاعه او صوته. ره ره رابت، ره ره رابت، ره ره روبوت، ره ره روبوت. رابت يعني ارنب، وروبوت يعني انسان آلي. طيب تعالوا نكتب مع بعض حرف الآر بالطريقة الصحيحة. زي ما قلنا قبل كده، هنتخيل ان دول سطرين الانجليش بتوعنا الاساسيين، وده السطر الثالث. يبقى هنبتدي بكتابة خط مستقيم بيمر بالثلاث سطور بتوعنا، ومن السطر الاول هنرسم زي نص دايرة كده وتمر بالسطر ده كده. تمام. واحنا لسه ايدينا ما شلناهاش من على السطر، نيجي جايين وعاملين خط منحني كده. تمام. تعالوا نعملوها كمان مرة. نرسم خط مستقيم بيمر بالثلاث سطور، ونيجي هنا نعمل نص دايرة تمر بالسطرين دول، تلمس السطر ده وتلمس السطر ده، ومن هنا نعمل خط منحني كده. تمام. ما يتعداش الخط ما يتعداش الخط بتاعنا الاخير ده. يلا، واخر مرة الار كابيتال، خط مستقيم اهو بيمر بالثلاث سطور ونص دايرة كده، ومن هنا من اخر نقطة كتبتها على السطر هاجي من على نفس النقطة دي واعمل خط منحني ما ينزلش تحت السطر. تمام كده. وبرضو على فكرة مش غلط لو بدأنا برسم الخط من هنا، زي هفرجكم واحدة معلش اخيرة اهي، ونرسمه نص دايرة كده. في ممكن ناس يقولوا لا، طب ما احنا حرف الار ساعات بيبقى من هنا الخط عادي، مفيش مشاكل لو بدأنا الخط بعيد شوية، مش هتتحسب غلط. هو زي تمام زي ما انا كاتباه فوق كده. تمام. ده الابر كيس بتاعت اللتر ار او الار الكابيتال. تعالوا نكتب مع بعض الار السمول. الار السمول سهلة جدا. دول سطرين الانجليش الاساسيين، مش هستخدم السطر الثالث فيهم. خط مستقيم صغير بين السطرين دول، ومش من مش من على السطر، لا تحت سنة، هاجي اعمل زي شرطة كده فيها انحناء شوية. تمام. كمان مرة خط مستقيم اهو، ومش من اخر السطر، لا قبليه بشوية هعمل خط جاي بكيرف او بانحناء شوية، مش مستقيم يعني. تمام. عشان يبقى مظبوط معانا. اخر مرة اهو خط بين السطرين بالظبط، وقبل السطر الاخير هاجي هنا واعمل خط فيه كيرف او انحناء بسيط معايا، ظبط شكله وبقى شكله جميل معانا. وبرضو انا بحب اعمل اسهم عشان توضح اتجاه الخطوط بتاعتنا الصحيحة. اول واحد هنبتدي من هنا. تمام. وبعدين هنعمل كده نص دايرة، وبعدين هننزل بالخط المائل او المنحني ده. تمام. والار السمول هنبتدي بده من فوق لتحت كده، وبعدين نيجي هنا الانحناء بتاعنا ده. تمام. لو اي استفسار اكتبولي تحت في الكومنت، واستنوني في الفيديو الجاي وحرف الاس. والسلام عليكم.